السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم أتمنى أن تكونوا في صحة جيدة. قبل كل شيء لا تنسوا الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم سنتكلم عن لاعب مدافع المنتخب التونسي. اليوم سنتكلم عن منتصر الطالبي، لاعب اللي يلعب في الدوري الفرنسي. اليوم يلعب مع فريق لوريان أمام نانت. انتهت المباراة بالتعادل. اليوم لأول مرة منتصر الطالبي يلعب كقائد لفريق لوريان، يعني كأول مرة. نعم، هذا اللاعب اليوم كان أفضل لاعب في فريق لوريان، وكان ثاني أفضل لاعب في المباراة. يعني صراحة صفحات عديدة تكلمت أن منتصر الطالبي كان نجم فريق لوريان، وأيضا كان ثاني أفضل لاعب في المباراة. لم أشاهد المباراة يعني، لكن هذا اللاعب ماذا يقدم هذا اللاعب مع المنتخب التونسي؟ وأيضا نشاهد ملخص، يعني نشاهد ماذا يقدم هذا اللاعب، ونعرف هذا اللاعب ماذا يمكن أن يقدم في الدفاع، يعني لا للمنتخب التونسي لا مع الفريق لوريان. أنا صراحة متفاجئ، لأن هذا اللاعب لا يلعب توتنهام أو فريق في الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد. نعم يستحق. شوف، اللي شاهد هذا اللاعب سيعرف بأن هذا اللاعب صراحة يعني كإمكانيات رائعة. وشوف، وشاهدوا مباراة منتخب تونس أمام المنتخب البرازيلي، وشاهدوا منتصر الطالبي ماذا قدم في هذه المباراة أمام نجوم المنتخب البرازيلي، ونعرف هجوم المنتخب البرازيلي. شاهد ماذا قدم منتصر الطالبي. منتصر الطالبي راه أفضل مدافع في المنتخب التونسي الآن. منتصر الطالبي ما يقدمه هذا اللاعب صراحة يستحق أن يكون مع أفضل الأندية. الآن لوريا فريق اللي الآن صراحة كأداء سيء هذا الموسم، تقريبا في المراكز الأخيرة ب 11 نقطة ولعبوا 13 مباراة. لكن اليوم انتهت المباراة بالتعادل، ومنتصر الطالبي قدم مباراة كبيرة، قدم مباراة رائعة. أرقام، نتكلموا على أرقام اللاعب، كانت أرقام قوية. كان نجم المباراة، كان ثاني أفضل لاعب في المباراة، وكان أفضل لاعب في فريقه لوريان. فبهذا المستوى يستحق أن يكون مع أفضل، أن يكون مع الأندية التي تنافس على اللقب. فلو ذهب بهذا المستوى ربما الفترة القادمة، خصوصا لو تألق مع المنتخب التونسي، الفترة القادمة، أتوقع بأن هذا اللاعب سيكون مع فريق قوي جدا في الفترة القادمة، لأن كإمكانيات لاعب كإمكانيات قوية جدا. واللي يعرف منتصر الطالبي وكإمكانيات اللاعب، فهو لاعب موهبة كبيرة جدا في الدفاع، كإمكانيات قوية جدا. لاعب ذكي ويعرف يخرج بالكرة، ولا يعني لاعب اللي ما شاء الله إمكانيات قوية جدا، وثقة وشخصية قوية، ويلعب بثقة كبيرة. فالآن هو يلعب في الدوري الفرنسي مع فريق لوريان. اليوم انتهت المباراة بالتعادل. فهذا كل شيء. أحبكم في الله.